السلام عليكم، أهلا وسهلا، صباح مساء الخير حسب التوقيت اللي قاعدين تشوفوا بيه المقطع. خلونا نتفق إنه أنا صاير ذوقي الصعب، مو أي كتاب يعجبني. ما أقوله غرورا بس لأني قريت كتب معقدة وصعبة، وحصيلتي القرائية قاعدة تتطور وتفكيري قاعد يتغير، فنتيجة لذلك في كتب شلتها أصلا ما عاد صارت تناسب فكري الآن، وحتى الورقة منها صدقته يعني. فإذا شفت مقاطع انحذفت اعرفوا إنه خلاص الكتاب ما عاد صار يناسبني ولا يناسب عقليتي فحذفته. طيب خلونا نبدأ. اسم الكتاب حقيبة السفر التي امتلأت كتبا ليساوي مشوح، من دار أثر، والطبعة 1446، متوفر في جرير. طيب خلونا نتفق إنه الكتاب 510 صفحة، مما يعني إنه كتاب كبير. اللغة المستخدمة عربية فصحى. عن إيش يتكلم الكتاب؟ الكتاب مقسم إلى 4 أجزاء. في ال4 أجزاء هذه يتكلم عن مذكراته في السفر، والكتب اللي رافقته، وجزء من مسيرته الطبية. طيب لعشاق الكلاسيكيات وعشاق خلينا نقول دستوفسكي والأدب الروسي عموما، انتوا حتسلطنوا يا جماعة. شي عظيم نقاش الأعمال دستوفسكي. حتى مو بس ناقش أعمال دستوفسكي، لا، شيء الجديد في الموضوع اكتشفت إنه زوجة دستوفسكي كاتبة عنه مذكرات، فهذا اكتشاف جديد. بنته برضو بنت دستوفسكي كاتبة عن أبوها. في أسماء جديدة أنا واثقة أقسم بالعشرة أول مرة تمر عليكم. في أسماء أنا واثقة ممكن استمتعت بيها، يعني زي مثلا غازي قصيبي الله يرحمه، حفل إدارة من الكتب اللي جدا جدا جميلة واستمتعت بيها. ليل البيضاء دستوفسكي، شوفوا على حزنها بس إنها كانت جميلة وممتعة جدا. وخلينا نقول هي أقل كتب دستوفسكي كآبة، ليل البيضاء، فكانت شيء جميل. برضو أنا بالنسبة لي أخذت ترشيحات في الجانب النفسي، تعرف إنه الجانب النفسي يستهويني. كتاب اسمه غوا لعمر، الكاتب عمر تكلم عن معاناته مع ثنائي القطب. خليني أقول لكم إنه الكتاب الوحيد اللي قريته في ده الموضوع عقل غير هذا، فانبسطت بهذا الترشيح، وموجود طبعا في جرير فأنا حجيبه إن شاء الله وأقرأه. متحمسة ليه. برضو من ضمن السلة في مذكرات واجمة، هذا برضو الإنسان دخلت طوارئ الصحة النفسية وعانت برضو. فلما شفت غوا صراحة انبسطت، يعني أنا هذا اللي أبغاه، مو بس إنه كتب دستوفسكي، لا ما شاء الله في كتب في علم النفس، في كتب في الدين، في كتب في السفر، في كتب عن الكتابة زي عشت لأروي، كيف تكتب الرواية، في كتب عن متعة القراءة، في اقتباسات من كتب ألبرتو مانغول زي يوميات القراءة والمكتبة في الليل. وهذا شيء عظيم لأنه إحنا كقراء ألبرتو مانغول يعتبر بالنسبة لنا مثل عظيم. في فكاهة، في أشياء مضحكة، يعني زي هو مثلا تكلم قال إنه تبغى تعرف هل الطرف اللي قدامك أوروبي حتلاقيه يقرأ، ما هو أوروبي ما راح تلاقيه يقرأ. وهذا شيء كان غريب ومضحك في نفس الوقت بالطريقة اللي قالها. برضو أنا أضحك لما يذكر اقتباس ويقول إنه ما هو فاكر الاسم الكتاب ولا الكاتب، وتصير ترى إحنا بنقرأ الكتب ونعيد قراءتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة مع طول قراءة. يا جماعة الموضوع يتعدى مجرد قراءة، نتشرب الكتاب فنوصل لهذه المرحلة. إذا أنت ما دونتها كاقتباسات في وسائل التواصل الاجتماعي وما سجلتها في دفتر تدوين والله ننسى يا جماعة مين الكاتب ومين الكتاب، ننسى كل شيء. لكن لما تدونها زي ما هو سوى فما تنسى. حاط في الأخير ملحق في الكتب اللي عجبته واللي يشوف انها ترشيح، وبرضه حاط الكتب اللي أثرت على حياته. طيب مع الأسف إنه الجمال مو دائما يكمل، فخليني أدي 4.5 من 5. ليه 4.5؟ انتوا تفتكروا أنا أعطيت 4.5 لحياة حور، ليش 4.5 الكتاب؟ أول شي في تكرار. طيب غير التكرار في نقطة مزعجة أنا صراحة بالنسبة لي، تركيزه بشكل كبير على دوستويفسكي. يعني انبسطت لما نتكلم عن ماركيز وما نتكلم عن تشيخوف بوشكين، في كتاب صراحة رائعين. جوجل حسيت إنه ما هو إنصاف إنك تركز بس على دوستويفسكي. وشي صراحة مرة زعلني برضو إنه أغلب الكتب اللي انذكرت كتب أجنبية، قليل الحضور الكتب العربية. أنا أعرف إنه مستوى الأعمال العربية ما هو زي زمان، بس لسه في كتاب مبدعين.
وكنت أتمنى الصراحة إنه يذكر كتاب عرب أكتر ويشيل التكرار. اللغة عذبة عذبة يا جماعة، والهوامش شيء يفتح النفس. في ترشيحات مرة كثير، في كتب مرة كثير في جميع المجالات، فاللي مهتم راح يستمتع، راح يسلطن. يعني حتى أتكلم عن المفارقة بين يونغ وسيغموند فرويد، وكل واحد إيش تفكيره وإيش مدرسته وبعدين إنهم تفرقوا. فترى هذا شيء ما هو بسيط، يعني إنه مذكرات تجمع كل هذا الجمال وكل هذه الكتب القيمة. هل أنصحكم تقرأوه؟ أنا أبشركم إيوه، لك الحمد يا رب، لك الحمد. طيب في كتابين حيعيد قراءتهم، ما أدري إذا حيطلعوا كويسين ولا لا، أو حيعجبوني أنا ولا لا. يعني قرأتهم في 2009. إذا عجبوني أنا راح تلاقوهم موجودين، إذا ما عجبوني فأنا راح أغيب، خلوني أقول لي شهر تقريبا لظروف عائلية، بعدها إن شاء الله رجعت لكم. إذا عجبوني راح حتلاقوني نزلت الكتابين بعد كتاب اليوم. إذا ما عجبوني راح تبدأ فترة غيابي لمدة شهر لظروف عائلية. أو أقول لكم إني أحبكم، شكرا لتعليقاتكم، شكرا لطمأنينة كعب، شكرا يعني التعليقات اللطيفة اللي تشرح القلب الصراحة، وشكرا لكل إعجاباتي قاعدة تجيني. وبدأت أفهم يعني أنتوا تحبوا المقاطع تنزل يوم الخميس، حنستمر ننزلها يوم الخميس. شكرا لتفاعلكم على مقطع نشر الكتب. وصراحة كنت أتمنى التفاعل أكتر على كتاب خلف الستار، بس برضو شكرا للتفاعل. شكرا لمشاهدات على آية الفوضى، أنا مرة انبسطت. شكرا للتفاعل برضو على رواية نبض ياسمين لصاحبتي، لأن صراحة هي تستحق التفاعل، تستحق التقدير. شكرا لأي شخص يكتب لي تعليق لطيف على يوتيوب، أو يحط لي إعجاب، أو يشاهد المقطع حتى من دون ما يسوي أي شيء، أو يكتب لي تعليق لطيف في إنستغرام، أو حتى يرسل لي على الخاص يسألني عن كتاب، أو يعلق على اللي كتبته. شكرا لكم جميعا. طبعا اللي ما يعرف، أنا أنشأت قائمة جديدة اسمها مؤلفاتي، حطيت فيها خلف الستار، وإن شاء الله لما تصدر الحالمة بإذن الله راح تنضم للقائمة هذه. وبرضو اللي يهم الموضوع تكلمت عن نشر الكتب. شكرا للمتابعة، شكرا للدعم، أراءكم تعليقاتكم تهمني. شكرا للمتابعة، وإذا في عندكم ترشيحات لكتب حابين أن نناقشها في القناة فعيوني ليكم، بس سيبوا لي في التعليقات. إلى اللقاء، أشوفك إن شاء الله يا مع الكتاب الجاي اللي هو إعادة قراءة، يا بعد شهر. كونوا بخير، اكتبوا لنفسكم عائلتي الحبيبة. مبسوطة أن وصلنا ل3000 صديق، وإن شاء الله نستمر في الزيادة. استودعتكم ربي، وفي أمان الله.